السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو هذا إخوان أخوات غادي نتكلموا على أبشع جريمة دارت في هذا الأسبوع هذا في حق واحد الشاب اللي ما كيتجاوزش العمر ديالو 13 سنة، اللي من النواحي ديال الدريوش إقليم الناظور. واحد الجريمة اللي هي بشعة 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 بزاف بزاف، واحد الجريمة اللي خلات الناس ديال ديك المنطقة في واحد الهالة على نساء لا رجال لا أطفال، اللي لحد الآن مازال ما فهموش ومازال ما عرفوش شنو هو السبب باش دارت هذه الجريمة البشعة في حق هذا الطفل اللي عنده 13 سنة، اللي مازال مسكين في مقتبل العمر ديالو، اللي باقي حتى هو شاب، وليد صغير، طفل ماشي تا شاب إخواني أخواتي، باقي عنده مسكين طموح، باقي عنده حلم، باقي عنده الحلم ديال أنه يخرج يلعب، أنه يشري واحد الحاجة زوينة ويلعب بها، أنه يشري حوايج في العيد. فتمت تصفيته، واحد التصفية وواحد القتل اللي بشع جدا 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 إخواني أخواتي. هذا الشيء اللي غنتعرفوا في هذا الفيديو على كيفاش تم القتل هذا الولد، وكيفاش تم الغياب ديالو، وكيفاش معاناة العائلة ديالو حاليا، اللي غنعرفوا في هذا الفيديو بإذن الله. نتمنى منكم الناس اللي شافت أول مرة هذه القناة هذه، فهي كتقدم واحد المحتوى اللي هو مختلف، ما يجمع ما بين الأشياء الحصريه وكذلك الاجزاء التاريخيه. نتمنى منكم اللايكات ديالكم، كومنتير زوين الى حبيتوا، وجزاكم الله خيرا. اخواني اخواتي، هذا الطفل اللي سميتو محمد الحوزي مسكين، اللي طفل باقي عنده 13 عام، اللي اختفى المده ديال 15 يوم هو مختفي، على ما تيقول الاب ديالو اللي راكم كتشوفوه في الصوره. الاب ديالو اللي عطى تصريح لبعض القنوات بعض المنابر الاعلاميه، وداز حتى في قناه دوزيم، انه قال بلا الابن ديالو اللي تيتراوحش السن ديالو 13 سنه، كان طفل عادي تيلعب مع الاصدقاء ديالو، مع الولاد الباديه ديالو، يخرج يمشي يجي. واحد النهار جا عندهم للدار، سول الام ديالو على الهاتف ديالو، حيت راحنا عارفين كاملين دابا الاطفال ولاو تي عندهم هواتف ديالهم. هذاك الهاتف لقاه انه خاوي من الشارج، حط داك التليفون اللي ولاتو لامو وخرج على برا يلعب كي موالف تيخرج يلعب. ولكن هنا غتكون الصدمه الكبيره، ان داك الوليد ملي غيخرج يلعب على برا تما غيختفي المده كي قلت لكم ديال 15 يوم. خرج بدا ساعه ساعتين ثلاثه اربعه، نهار كامل الاب ديالو خرج تيقلب، خرج من هنا تيسول الجيران، تيسول القبائل الدواور اللي حداهم، تيسول والو، حتى واحد ما عطاه راس الخيط، حتى واحد ما شاف هذا الولد، هذا الطفل الصغير مسكين اللي تقتل بهذا القتل الشنيع والبشع. عفوا إخواني أخواتي، هذا القتل اللي تقتل به هذا الطفل قتل بشع جدا جدا جدا، اللي تصفات بواحد الطريقة خالعة، اللي تحيد له الأطراف ديالو، اللي تشويه خطير، ما لا حول ولا قوة إلا بالله. من بعد ما دازت النهار الأول ولا مسكين الأب، مشى النهار الثاني، مشى لإقليم الناظور، الإقليم مدار، بزاف ديال الأقاليم، تيقلب على الابن ديالو، كيسول، تيمشي للكوميساريات، تيمشي لابريكاد ديال الجندارم. من بعد هكاك عاوتاني تنقل حتى للحوسيمة، مشى لإنزور للحوسيمة، والو. ولكن من بعد النهار 14 تيتفاجأ أن الأم ديالو كتصل به وكتخبروا بأنهم لقاو الابن ديالو، ولكن لقاوه مقتول. مقتول هذا الابن اللي باقي طفل وباقي في مقتبل العمر ديالو، لقاوه مقتول كي قلت لكم، ولكن بواحد القتيله اللي بشعه، اللي كلهم الناس ديال ديك البلاصه ديال ديك المنطقه ديال الدريوش تخلعوا من داك الشيء اللي شافوه، من داك الشيء اللي سمعوا، انهم ما بقاوش قادرين حتى هما يخرجوا ولا يطلقوا الابناء ديالهم يمشيو، ولا عندهم واحد الفوبيا من داك الشيء اللي شافوه وداك الشيء اللي سمعوه، ان هذا الوليد الصغير تقتل بواحد القتيله خالعه، اللي تحيدوا له الاطراف ديالو، كي تيقولوا انهم تحيدوا له الرجلين ديالو، حيدوا له اليدين ديالو، تشويه جثه كامل. ما عرفتش كيفاش غنقول لكم اخواني، ولكن شي حاجه اللي كتحز في النفس، وشي حاجه اللي كتخلع، شي حاجه اللي كتقلب الانسان، كتقول واش انسان يقدر يدير الطفل، ماشي نقولوا حتى لواحد الانسان رشيد، ولا واحد الانسان اللي بينه وبينه حسابات، او انسان اللي هو وياه بينهم شي مشكل، واخا يكون شنو ما كان، ما تقدرش دير الانسان هكاك تقتلو ودير له تشويه الجثه بحال هكاك، فما بالك بطفل صغير. ولكن هنا المشكل الكبير ان الامن مازال لحد الان ما عرفوش شكون هو المرتكب هذه الجريمه،
وما عرفوش شكون هو اللي السبب في هذه الجريمه، ومازال ما عرفوا الملابسات ديال هذه الجريمه. هذا الطفل من بعد ما لقاوه بالقرب ديال المنزل ديالو الا بواحد 200 متر من بعد الفقدان ديالو ديال 14 يوم. عاد لقاوه بالقرب من المنزل ديالو بعيد ب 200 متر. وهذيك البلاصه اللي تيقولوا الشهود ديال ديك البلاصه ديال الدريوش كيقول لك بان انهم كانوا كيدوزوا من تما وما كانش داك الطفل، بحال ان داك الطفل مشى دار به اللي دار. بعض الناس كيقولوا بان انهم على ما يظنون انهم دوك صحاب الكنوز ودوك اللي داكشي الكنز، وهذه وراكم عارفين هاد الاشياء اللي كتقال. بعض الناس كيقول لك انه وشي واحد اللي دار له. كل واحد مازال ما عرفوا الحقيقه شنو هي، وحنا ايضا مازال ما عرفنا الحقيقه شنو هي. اللي عارفين الان انه هذا الولد تعرض لابشع جريمه، على ما اظن ان هي ابشع جريمه دازت في التاريخ ديال المغرب هي هذه الجريمه، لانها دارت تقتل هذا الطفل تشويه اللي هو خطير، باش يتحيدوا له الاعضاء ديالو، يتحيدوا له اليدين، يتحيدوا له الرجلين، وتحط بالقرب يمشي تختفى 14 يوم ويولي ترجع يتحط حتى لحدا المنزل ديالو. فهاد المرتكب هاد الجريمه فهو انسان ما عندوش القلب، ما عندوش الشفقه. هذا حاشا ولله انه يكون انسان، هذا راه ماشي انسان، هذا ماشي انسان. فرا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله يكون معنا والله يستر وليدتنا وليدة جميع المسلمين. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هاد العائله وأن الشعب المغربي كامل يقبطوا حقهم من هذا المرتكب ديال هذه الجريمة البشعة والشنعاء اللي دارت في هذه البلاصة في إقليم الدريوش، وفي دارت لهذا الطفل اللي خلاو الهلع والخلعة، وخلاو الناس واحد ما تيقف واحد وواحد تيخاف من واحد. الإنسان ما بقاش قد لا راجل راشد ولا دري راشد ولا طفل أنه يخرج بوحده ولا يمشي بوحده بهذا الشيء اللي تعرض له هذا الطفل هذا. لهذا تنطلبوا أن المرتكب ديال هذه الجريمة يتم القبض عليه في أقرب وقت. والروح عزيزة عند الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله غادي يقبضوا هذا المرتكب هذا الفعل وهذه الجريمة هذه البشعة إخواني أخواتي. وإن شاء الله من غادي نعرفوا أنه هذا المرتكب هذه الجريمة تقبض، فرا غادي نشاركوا معكم إخواني أخواتي. وتحياتي لكم، شكرا للناس اللي تبعوا الفيديو من الأول حتى للتالي. نتمنى منكم واحد اللايك ديالكم، جزاكم الله خيرا. نتمنى منكم أنكم تابوناو في هذه القناة هذه باش دائما يوصلكم الجديد. وتحياتي لكم، والله يجعل ربي يرحم هذا الطفل هذا ويرحم جميع أطفال المسلمين، والله يرحم الشهداء الإخوان ديالنا في فلسطين. تحياتي لكم جميعا.